انا نعتبر نفسي ابن الشيخ امود، انا نعتبر نفسي ابن مصطفى مولاي رحمه الله، ولا عميروش، ولا الحواس، ولا لطفي، ولا ابو بغله، كل شهداء. اليوم تجي انت تبعث لي واحد لص مجهول الهويه، مجهول الاب، يجي يقول لك الجزائر نصها كانت تاع الدوله الفلانيه. كيجيو الاب، تخيلوا معايا رئيس الدوله كيهضر على شخص كيقول له انت مجهول الاب. لا صراحه نهار على نهار كنعرفوا بان الرئيس للجزائر هو انسب رئيس لذاك الشعب، حيت حنا كنعرفوا بان الشعب الجزائري ما كيقدرش يقول جمله من غير ما تسمع فيها التيت، فهمتيني؟ الدماغ ديالو فيه هذا الشيء. وتخيل معايا الرئيس الدوله نسى كل شيء، الازمات، يخرج يقول لك هذاك مجهول الاب، ما عارف شكون هو الاب ديالو، حيت كان ساكن في واحد الدار ديال، حيت داروا عليه روبورتاج على هذا الصنصال وقالوا له هو ابن كذا وابن كذا، ومشاو له الدار ديالو قديمه وطعنوا له فمه وطعنوا له. كان دابا كيطعن في المراه الجزائريه، كيقول لك المراه الجزائريه ما كتعرفش ولادها شكون الاب ديالهم، هادشي اللي كيقول. هاد الصنصال جزائري وعاش في الجزائر، اذا كيقول اي واحد عاش في الجزائر في ذاك الوقت ما معروفش شكون هو الاب ديالو. سلام، برافو عليك. انا كنقول لكم الرئيس الجزائر صالح للشعب، حيت ما يمكنش دابا الجزائر تجيب لهم شي رئيس كيفهم دماغ مفتح على العالم، كيهضر بالارقام، كيهضر ما يفهموش، خصهم يهضر لهم بحال هكا، حيت هو كيفهم لهم، كيفهم في المصطلحات ديالهم. راه كيقول لك واحد المثال، شي واحد دايرها كيجيب له الله وحده دايرها، اما الا كان شي واحد دايرها كيجيب له الله واحد دايرها. لا نقص هذيك اللي دايرها ودا شي واحد دايرها، فهمتيني؟ هادو الشويه وتصيفطو تجيب شي واحد حتى هو دايرها. وفهمتوني؟ انا هذه وصلتها لكم من تحت بيناتنا، هذه شافنا الله. اي لمسك.